بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تتسابق الكلمات وتزدحم المفردات وتتغنى العبارات حبا واحتراما لشيخنا الذي ارتدى الطموح وتحدى الصعاب واستحضر الإخلاص في كل خطوة من خطواته. العلماء ورثة الأنبياء الذين يسطعون في سماءنا كالنجوم المضيئة، لا يخفت بريقها على مر الزمن. ويسعدني في هذه الدقائق اللقاء مع فضيلة الشيخ الوالد الدكتور محمد بن عبد الله عرفة، عضو مجلس الشورى السابق والأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، لتسليط الضوء على مسيرة الشيخ العلمية والعملية والاجتماعية. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور والدنا محمد بن عبد الله عرفة. أبو عبد الله مساك الله بالخير، ونبغى نسألك عن تاريخ ومكان الولادة. الولادة في مدينة العلا، وتاريخها 1354. وبعد الولادة بعد ما بلغت سن التعليم، هل درست في العلا في الكتاتيب؟ هذيك الأيام ما فيه سن التعليم اللي عنده استطاعة وقدرة بلغ السن المحددة نظاما. فانتقلت من الابتدائي إلى لا، الكتاتيب مدرسة في العلا. من كان مدير المدرسة اللي في العلا؟ الشيخ أحمد سميحان. الشيخ أحمد سميحان. الشيخ صالح صباح. ويساعد الشيخ صالح صباح. نعم. وبعدها سافرت للمدينة المنورة. كنا كم أخذت يوم من العلا للمدينة؟ 9 أيام. 9 أيام. ليه ما في سيارات ذيك الأيام؟ لا، ذيك الأيام ما في سيارات، في البريد بس ينقل سؤال الحكومة. إذا سافرت على الجمال أنت؟ نعم. طيب، وبعد ما وصلت المدينة المنورة وين درست؟ درست في دار الأيتام. دار الأيتام في المدينة المنورة. دار الأيتام. كان الوالد متوفي؟ نعم، كان متوفي. يوم توفي والدك وكان كم عمرك؟ 7 سنوات. 7 سنوات. وبعدها توفت الوالدة؟ كم كان عمرك يوم توفت الوالدة؟ 8 سنوات. 8 سنوات. أيوة. درست تقول لي مدرسة دار الأيتام في المدينة المنورة ابتدائي 6 سنوات. شيخنا الفاضل أبو عبد الله، حدثنا عن ذكرياتك في دار الأيتام في المدينة المنورة. أنا عرفت أنك مع الدراسة كنتوا تعملوا عمل يدوية حرفية بأيديكم عشان تكسبوا عليها مبلغ. وش كنتوا تعملوا؟ أشرح كانت في الدار. 10 حرف كانت في الدار. ايه، تذكر منها شيء؟ منها الأحذية والكندرجية النجارة. يعني كنتوا تشتغلوا بيديكم نجارة؟ نشتغل بس شيء باب التعليم. نعم. تعليم مع استفادة مادية. كانت الحالة ذيك الأيام صعبة شوية المادية. أيتام. كل الطلبة اللي موجودين كانوا أيتام. يعني كان الوالد متوفي ذيك الوقت أنت؟ نعم. نعم. والدي توفى وأنا 7 سنوات. 7 سنوات توفى والدك وأنت عمر 7 سنوات. ولما كنتوا تجمع المبالغ هذه كنتوا يعني تعتاشوا منها؟ لا، المسؤولين في الدار
قام من كل شيء. يعني في الدار كانوا السكن والأكل والشرب على حساب الدار حساب الدار صحيح. الملابس. والملابس. نعم. ماشي. والحرف هذه يعلموكم عليها الدار ومكسب لكم أيضا تعملوا فيها. طبعا على أساس لو طلع الواحد من تخرج من الدار نعم. يا سأل قالوا شغله هذا طيب. نعم، يعني يصير عندكم مهنة بعد ما تخرج من الدار، وأيضا تحسين المعيشة. كم جمعت مبلغ؟ 500 ريال. 500 ريال على ذيك الأيام. 500 ريال. واصل مسيرتك التعليمية أبو عبد الله بعد ما أنهيت دراستك الابتدائي في المدينة المنورة، توجهت للرياض إلى المعهد العلمي. كم استمرت الدراسة في المعهد العلمي؟ 4 سنوات. 4 سنوات. 1371. نعم. طيب بعد ما انهيت دراستك في المعهد العلمي وين التحقت؟ كلية الشريعة. كلية الشريعة. أيوة. 4 سنوات أيضا كلية الشريعة. طيب بعد ما خلصت كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود، وين تعينت؟ وين عينوك؟ مدير المعهد العلمي بالمجمع. مدير المعهد العلمي المجمع لمدة كم؟ 4 سنوات. ثم انتقلت إلى المدينة، إلى جدة. جدة. نعم. مدير المعهد العلمي بجدة. أيضا 4 سنوات. 4 سنوات. 4 سنوات. طيب بعد ما خلصت من المعهد العلمي في جدة وأنت مدير المعهد العلمي في جدة، خلصت دراستك الماجستير، بدأت مرحلة الماجستير. نعم. أنا أدرس الماجستير وأعمل في الجامعة. الجامعة عميد لكلية العلوم الاجتماعية. عميد كلية العلوم الاجتماعية. نعم. ما شاء الله. بعد ما خلصت دراسة الماجستير أبو عبد الله وين التحقت؟ في الجامعة نفسها ولا سافرت خارج المملكة؟ لقد سافرت خارج المملكة، رحت التحقت بجامعة الأزهر في مصر. جمهورية مصر العربية. طيب بعد ما خلصت دراسة الدكتوراه في جمهورية مصر العربية، عدت مرة أخرى الجامعة ولا كنت في الجامعة أنت أصلا؟ الدكتوراه. نعم. أبو عبد الله قلت لي التحقت في المعهد العالي للقضاء وحصلت على الماجستير في أصول الفقه الإسلامي. كم كانت مدة الدراسة أبو عبد الله وكنت تدرس في نفس الوقت والعمل في الجامعة؟ كانت 3 سنوات دراسة في المعهد. وفي نفس الوقت كنت في جامعة الإمام؟ نعم. يعني كانت الدراسة في الجامعة في الماجستير وفي نفس الوقت العمل في الجامعة مع بعض. نعم. مع بعض. طيب بعد ما خلصت الماجستير، وين توجهت أبو عبد الله؟ تغيرت عميد في نفس الوقت كلية العلوم الاجتماعية، أيضا عضو هيئة التدريس، وأيضا عضو هيئة التدريس. عميد كلية العلوم الاجتماعية وعضو هيئة التدريس في جامعة الإمام. طيب احنا الآن نبغى نبدأ مرحلة الدكتوراه، نتعرف على تفاصيل دراستك في مرحلة الدكتوراه. التحقت في كلية الشريعة بالأزهر. كلية الشريعة بالأزهر.
في جمهورية مصر العربية، كلية الشريعة. وش كان التخصص؟ الفقه الإسلامي. أصول الفقه الإسلامي. وحصلت على الدكتوراه من جمهورية مصر العربية عام 1401 جامعة الأزهر. طيب، بعد حصولك على الدكتوراه كنت عميد القبول والتسجيل بجامعة الإمام عام 1410. نعم. وكم استمرت المدة؟ 4 سنوات. 4 سنوات. طيب، الآن نبدأ. استمريت في مجلس الشورى فترتين. قلنا الفترة الأولى بدأت في 1422، كان رئيس مجلس الشورى الشيخ محمد بن جبير. الفترة الأخرى نبغى نعرف عن الفترة اللي استمرت 4 سنوات أيضا، من كان رئيس مجلس الشورى في الفترة الثانية؟ الفترة الثانية الشيخ صالح بن حمد. الشيخ صالح بن حمد. ومتى انتهت الفترة الثانية أبو عبد الله؟ انتهت 30 سنة 30. 1000 وكم؟ 1430. ما شاء الله، 1430. نعم. وكان التقاعد من الجامعة في نفس التاريخ هذا؟ التقاعد نعم الجامعة من كل العمل. ما شاء الله. الواقع كل العمل. ما شاء الله. طيب، بعد تقاعدك أبو عبد الله، هل في عمل أو في لجان أو في جهة عملت فيها، ولا خلاص استقريت للراحة في البيت مع الأبناء؟ 1430 هذا كان نهاية الجهد والعمل. ما شاء الله. ثم اعتبرت هذه فترة استراحة وهدوء في أمر الإنسان. ما شاء الله. أبو عبد الله، أنا أتوجه لك بالشكر لمنحنا يعني فرصة بأن نسجل معك هذا اللقاء واقتطاع وقت من وقتك الثمين. أسأل الله أن يختم لنا وإياك بالصالحات، وأن يرفع قدرك وييسر أمرك ويجزاك عنا خير. جزاكم الله خير، وأسأل الله أن يسدد خطاكم. الفكرة التواصل فكرة رائدة تقوي الصلات بين أبناء المدينة الواحدة. الله صلى الله وسلم على رسول الله. في ختام اللقاء تود أن تتكلم تذكر بعض الكلمات أو بعض الرسائل؟ أول شيء أعتذر أن اطلع على ما كتب عني. مساكم الله بالخير متابعينا الكرام، من خلال لقائنا مع الشيخ محمد عبد الله عرفة، يسعدني بالدقائق التالية بأن ألتقي مع ابن الشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله عرفة. مساء الخير أبو محمد. أبو تركي، يا هلا والله وسهلا وأبرك الساعات، وشرفتنا ونورتنا، ويا هلا بك والله. كثر الله خيرك على هالجية. وخيرك. أنا أشكر لك تنسيقك واهتمامك بهذا اللقاء اللي يطلعوا عليه المتابعين الكرام. الله يديمك. بيض الله وجهك. مشكور 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 يا الله يجزاك. أيضا الشكر الجزيل للابن عرفة بن محمد عرفة أبو سعود. مساء الخير. مساء النور، يا هلا وسهلا، شرفنا فيك أبو تركي، وبركها ساعة. الله يعافيك ويرفع قدرك يا حبيبي. الله يعطيكم العافية، وشاكر لكم كرمكم وسعة صدوركم واهتمامكم بالوالد. الله يحفظكم. شكرا لك. وتنسيقكم على هذا اللقاء اللي يكون إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يكون مميز، وإن شاء الله يستفيدوا منه. مميز. الله يحفظك السناب، مميز طال عمرك. الله يعطيك العافية. الله يحفظك. شكرا أبو محمد. يا هلا.